تخيل شخص واحد يقدر يضحك على العالم كله ويستغل الستات اسوأ استغلال ويخلي الشعب الامريكي بنفسه يطلب يدخل الحرب العالميه الاولى، وازاي قدر يكسب من ورا نظريات عالم النفس سيجموند فرويد والشركات الرأسماليه بتستخدم نفس تفكيره لحد النهارده. والاهم ازاي تحمي عقلك وجيبك بالتفكير. اهلا وسهلا بيك، انا اخوك شمس الدين، كونتنت كريتور وكوبي رايت. اشتغلت مع صناع محتوى تعليمي وبراندات كتير، فحبيت اعمل محتوى يخلينا نفكر اعمالا لقول الله تعالى افلا تتفكرون. فهات كوبايه الشاي وحضر لي دماغك وصحصح لي، عشان احنا داخلين نغوص في عقل اخطر رجل في القرن العشرين، الراجل اللي قدر يسوق البشريه من غير سلاح لكن بالفكره. في قلب النمسا يوم 22 نوفمبر سنة 1891 مستثمر في المجال الزراعي اسمه إيلي بينزل يجري في الشارع زي المجنون، مش عشان حصلت له مصيبة لكن عشان يلحق مراته آنا اللي بتولد النهارده. راح هو فعلا يجيب لنا المصيبة، ومراته بتولد ذكر وبتسميه إدوارد، عشان نجتمع عيلة الأب وعيلة الأم اللي اسمها فرويد واللي هيكون ليها تأثير كبير على مستقبل الطفل ده. وبيحتفلوا بأسلوب العيلة اليهودية، علشان بعد سنة الأب يقرر إنه ينقل محل الإقامة إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، علشان الأب يستثمر في البورصة هناك. فبالطبيعي إدوارد تربى وتعلم هناك، وبطبيعة الحال ابن الوز عوام، فالأب بيدخل ابنه كلية الزراعة عشان لما يخرج يمسك ثروته. لكن الابن بعد ما اتخرج من كلية الزراعة رفض يمسك الشغل عشان حابب يشتغل في مجال الدعاية والإعلان. مش عارف كلية الزراعة دي المفروض يبقى اسمها كلية الكارير شيف، كل اللي بيدخلوا بيخرجوا يشتغلوا شغلانات تانية زي انا كده وعادل امام. ما اعرفش اشتغل مهندس زراعي. واتخرجت من كلية الزراعة ممثل، ما اتخرجتش مهندس يعني. ممثل زراعي. بيحاول الاب يقنع ابنه لكنه بيرفض، فقرر انه يكلم خاله يمكن يعرف يقنعه، لان خاله يبقى دكتور الاعصاب وابو التحليل النفسي سيجموند فرويد. لكن ادوارد اصلا متاثر بخاله وحابب يشتغل في الاعلانات بسببه، لانه شايف انه باستخدام التحليل النفسي اللي اتعلمه من خاله وعقليه المستثمر من ابوه يقدر حرفيا يبيع الميه في حاره السقايين. وفعلا بيبدا اول شغله كفريلانسر عند ممثل هيعمل مسرحيه قبيحه شويه. موضوع المسرحيه بيتكلم عن الامراض التناسليه، وبطبيعه الحال الممثل خايف محدش يجي المسرحيه. وهنا تلمع فكره في دماغ ادوارد، احنا نعمل لجنه ونسميها لجنه الصندوق الاجتماعي، واللي فكرتها موجوده النهارده واسمها اللجان الالكترونيه. يلا يا شويه ذباب الكتروني. الفكره كانت عباره انه جمع مجموعه من الدكاتره المعروفين واقنعهم يشكروا ويشيدوا بالمسرحيه وقد ايه المجتمع محتاجها. وفعلا الفكره بتنجح والمسرحيه بتكسر الدنيا. وهنا يبدا يحس ادوارد انه وصل لسر محدش وصل له قبل. في تجربة اتعملت على العقل الجمعي، وهي عبارة عن شخص يتعرض لمجموعة من الناس بتعمل فعل متكرر وغريب، وكل مرة كان الشخص اللي بره التجربة يتصرف نفس التصرف اللي الناس بتتصرفه جوه التجربة، لأن عقولنا بتتسيستم على أكيد الناس دي عارفة حاجة أنا مش عارفها، لكن في الحقيقة ولا هم عارفين حاجة ولا أنت عارف حاجة. نرجع لإدوارد اللي بياخد إعفاء من الخدمة العسكرية علشان قال إيه نظره ضعيف يا ابن المحظوظة. بس في سر هو كان عارفه، إن الرئيس ويلسون واللي كان رئيس أمريكا في الوقت ده كان عنده مشكلة بسيطة، وهي إنه كسب الفترة الرئاسية دي لأنه وعد الشعب الأمريكي إنه مش هيدخل حرب تاني، لكنه مضطر يدخل الحرب العالمية الأولى. فبحركة خبيثة كده من إدوارد يروح ويعرض مساعدته على لجنة المعلومات العامة التابعة للحكومة الأمريكية، ووافقوا فعلا وعمل لهم دعاية بره وجوه أمريكا. بره أمريكا قدر يقنع الناس إن هم محتاجين أمريكا في الحرب، وجوه أمريكا إحنا لازم نحارب علشان نحافظ على الديمقراطيه في العالم. وبالمناسبه ده نفس الاسلوب اللي امريكا بتستخدمه لحد النهارده، لحد ما ورمنا من الديمقراطيه. الحملات نجحت لدرجه ان الشعب الامريكي طلب انه يدخل الحرب، فاكرين ان هم اصحاب قرار ومخيرين، لكن في الحقيقه هم مسيرين. هتقولوا لي مره وعدت عادي. طب بص الحركه دي بيثبت لنا ادوارد الثاني عن طريق ان كان فيه رئيس مترشح لفتره رئاسيه جديده اسمه كوليدج، رخم وثقيل ودمه تقيل، بس الحكومه عايزاه يكسب، ده هيخدم مصالحنا. يعملها ازاي دي يا ادوارد؟ قال لهم مين اكتر ناس محبوبه ومعروفه ولو مشوا في الشارع الناس بتجري وراهم علشان تتصور معاه؟ الممثلين. يبقى احنا نربط الممثلين بالراجل ده. طب هنعملها ازاي؟ نعمل لهم لقاءات مع بعض ونبينهم وهم بيضحكوا ضحك عفوي هيوجع المحتوى العفوي، وبالفعل الراجل بينجح. والغريب ان دي نفس الطريقه اللي ترامب كسب بيها الفتره الرئاسيه الثانيه بتاعته، قعد مع صناع محتوى وكسب. سبحان الله، الاثنين بنفس السماجه والاثنين كسبوا بنفس الطريقه. لكن النجاح المبهر الغير اخلاقي ده واللي حققه ادوارد هيكون سبب في ان هو يدمر صحه الستات. بيقرر هنا ادوارد انه يفتح مكتب استشارات، بس يسمي المكتب ايه؟ هل نسميه مكتب استشارات حملات تسويقيه غير اخلاقيه
هدفها العقل الجمعي. لا لا لا، الناس كده هتقلب علينا، احنا نسميه مكتب العلاقات العامه. جمله كده تبان حاجه حلوه، ريحتها كوكيز من العبد. بالمناسبه ليا واحد صاحبي كان شغال في العبد 18 ساعه، كان شغال مسمى ووظيفه. ادوارد فتح المكتب لانه تاكد ان في ايده سر يحول التراب لذهب ويقدر يوصل للعقل اللاواعي للناس، وسماها قال ايه هندسه الموافق، منه باشمهندس زراعي. يعني قد ايه انت انسان عظيم يا ادوارد بما تحمله الكلمه فعلا. وهنا بيسموه ابو العلاقات العامه، عشان يبقى هو ابو العلاقات العامه وخاله ابو التحليل النفسي. يا اخي ابو دي عيله. وفعلا المكتب بيشتغل والدنيا بتحلو عشان تجي له شركه تبغ اسمها لاك سترايك، ودي زي شركه الشرقيه للدخان كده عندنا. وقالوا له والله احنا عندنا مشكله، عايزين نزود مبيعات بس مش عارفين ازاي، هل نصدر للسوق بره؟ قال لهم نصدر ايه؟ شركات تصدير وتوريد، فين الابداع فين؟ قال لهم هي الحكومه لما كانت عايزه تزود الضرايب ما كانش ينفع تزودها على الناس كمبلغ، عملت ايه؟ مش اقنعت الستات تنزل تشتغل ويبقى زيها زي الراجل؟ قالوا له اه. قال لهم خلاص يبقى احنا نقنع الستات تشرب سجاير، مش محتاجه يعني. قالوا له طب ازاي؟ ده في قانون بيمنع تدخين الستات للسجاير. قال لهم ازاي دي بقى؟ سيبوها عليا. دخل مكتبه واتصل على كام موديل كده حلوين، وهو ماشي في الطرقه خد باله ان السكرتيره بتاعته حلوه راح واخدها معاهم. قال لهم دلوقتي في عيد قرب اسمه عيد الفصح، عيد كده بيلونوا فيه البيت زي شم النسيم عندنا. قالوا له اه عارفين. قال لهم في حركه دايره في البلد كده دلوقتي اسمها النسويه، فرحانين. قال ايه؟ عشان بقوا ينتخبوا. قالوا له اه حلو قوي. طلع علبه السجاير ومدي لكل واحده سجاره، قال لهم كل واحده هتولع سجاره وهتمشوا في الاحتفال مع بعض. وراح واقنع كام مصور عشان يصوروا الحدث ده، عشان حتى لو الصحفيين ما خدوش بالهم ما بيسيبش حاجه للصدفه. وبعلاقاته قدر يقنع الصحفيين ان هم يكتبوا عن الموضوع، ودي حركه لمساواه الرجل بالمراه. ودي مش سجاير، دي اسمها مشاعل الحريه. يا اخي يخرب بيتك انت وخالك، فتحتوا علينا هم ما يتلم. طب استنى، في امل، في ستات ممكن ما تشربش عشان صحتها. راح عمل لجنه واقنع كام دكتور يقنعوا الستات ان السجاير بتخسس، واقنع ممثلات يشربوا سجاير، والصور على المجلات ستات بتشرب سجاير. حتى عشان لون العلبه اخضر عمل موضه ازياء باللون الاخضر. الحمله نجحت لدرجه انه كان بيقنع مراته توقف تدخين مضر، انا اللي كاتب ان هو مفيد. وهنا ده دليل على قد ايه هو كان خبيث ومكار. اتفضل. ايه ده؟ مش قلت لي حضرتك 5 لاكي؟ لاكي سجاير، لاكي سترايك. سيادتك جايبي ده لاكي سبق. هم دول بتوع سبق. حاجه حلوه قوي، جايب لي ده لاكي سبق. طب هل ادوارد كده استكفى؟ لا، قدر في حمله من حملاته يقنع الشعب الامريكي انه يفطر لحم خنزير على غير الريق عشان يغير الفطار الامريكي لحد النهارده. وكالعاده بيجيب كام دكتور ينصحوا بالفطار ده، لازم ينصح بيه الاطباء. 99% من الاطباء ينصحونا بهذا. لا 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 لا، هم قالوا كده. لا 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 لا، هم قالوا كده. الحمله بتنجح والشركه بتحقق مبيعات كبيره جدا. وهنا ادوارد دمر صحه الستات، وخاله دمر التفكير بتاع الرجال. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تبقى تعرف موضوع خاله ده. ادوارد كان بيقدر يبيع اي حاجه لدرجه ان كان في شركه صابون عايزه تزود مبيعاتها، راح عمل مهرجان نحت الصابون للاطفال. شوف اي استخدام بديل، مفيش وقت. ساب لنا فكره الشركات الراسماليه لحد دلوقتي عايشه بيه، ناس ممكن تتداين عشان تجيبه. وساب لنا كتاب اسمه بروباجندا، كل ما اروح لصاحب مكتبه يقول لي لا مش موجود، يا ناقص قرف. المشكله ان هم بيستغربوا اسم الكتاب، مش عارف الكتاب هل هو نزل جدول ولا الشركات الراسماليه منعاه. لو شربت المنتج الفلاني هتبقى جامد، ولو كلت مش عارف ايه تبقى اجمل، لو لبست الماركه الفلانيه هتبقى اشيك. سيبك من اللي بيقول نعيم الجهل وجحيم الوعي، بس انا هدفي هنا ان انا وانت نقعد نفكر هل المنتجات اللي احنا بنشتريها دي فعلا محتاجينها؟ وربنا ما خليناش ده عشان نركنه. ما كانش ربنا كلمنا في القران وقال لنا افلا تتفكرون؟ جرب وهتلاقي متعه في التفكير. انا عن نفسي احلى وقت بفكر فيه الساعه اللي قبل ما تنام دي. محتاجين انا وانت نبدا نفكر ونشغل عقلنا باللي ينفعنا. وجيت للحق انا وانت عايشين عيشه ملوك وامراء في القرون الوسطى ما كانوش يحلموا بيها. في مقوله دايما والدتي كانت تقولها لي، الفاروق عمر بن الخطاب كلما اشتهيت اشتريت. في فيديو هيظهر لك هنا، اتمنى تدخل دلوقتي تشوفه، هيغير تفكيرك في موضوع تاني خالص. وهنا تنتهي حلقتنا، لكن الافكار ما بتنتهيش. لو لقيت المحتوى ده مفيد اشترك وابعت الفيديو ده لحد انت بتحبه. لاكي كسب.